لانه فعلا رئيسنا بيعاني. وانا هقول لحضراتكم، ويعني انا عارف طبعا ان وسائل الاعلام دلوقتي الحقيقه بتمارس دور انا ما اناش فاهمه، ومش عارف هيقولوا ايه على اللي انا هقوله دلوقتي. يقولوا اللي يقولوه، لكن انا بتكلم من قلبي، انا بتكلم بلسان ملايين المصريين. بصوا للرئيس السيسي وهو بيلقي البيان انه بيترك مهمته كمشير او كقائد عام للقوات المسلحه، وانه ناوي ينزل انتخابات الرئاسه. وبصوا لشكل المشير بعد سنه من الرئاسه، والله هتحسوا قد ايه العبء كان تقيل، وقد ايه الراجل ده شايل همنا. التجاعيد بدأت تبان في وشه، ربنا يديله الصحة والسلامة ويكمل المشوار، لأن احنا سفينتنا لا زالت تتأرجح، سفينتنا لا زالت تواجه العديد من الأنواء، بتواجه العديد من العواصف، بتواجه مؤامرات كثيرة تحاك من حولنا. المؤامرات يا جماعة لم تنتهي. مصر نجحت في 30 يوليو في أن تعلي إرادة الشعب اللي انحاز لها قواتنا المسلحة، ولكن حجم المؤامرات أنا بعتقد أنه توقف ولكنه لم ينتهي. مصر ستواجه أنواع جديدة من المؤامرات الخارجية، هنواجه مش عايز أقول ظروف صعبة، الحمد لله احنا في تحسن وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة فعلا حصلت. أنا معدلات التنمية خلال ال3 شهور اللي فاتوا دول اقتربت أكتر من 5% شوية. الاحتياطي بدأ يستقر شوية ويبقى فيه احتياطي نقدي حقيقي. في وسط الظروف الصعبة دي كان إحساس الرئيس بمحدود الدخل لما أعلن تبنيه إنه الحد الأدنى يبقى 1200